أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن إزاي نفطر فطار صحي في رمضان. رمضان هو فرصة عظيمة للروحانيات، بنشحن فيه إيماننا ونزود العبادات. بس يا ترى عادات أكلنا ماشية مع الهدف الروحاني ده؟ المشكلة إن في عادات أكل مضرة وممكن تبوظ الهدف ده. زي العصاير السكرية، المقليات، الحلويات التقيلة والمخللات طبعاً. بعد صيام طويل الجسم بيتصدم من السكر الزيادة ده فجأة. المناظر دي طبعاً مغرية، بس للأسف بتكون مليانة سعرات ودهون وسكر زيادة. وبكده شهر الانضباط بيتحول لشهر أكل، وده عكس هدف الصيام خالص. طيب إيه الحل؟ الحل بسيط جدا وموجود في التقاليد الصحية. نبدأ بتمر ومياه، نصلي، وبعدين ناكل وجبة متوازنة ومعقولة. الوجبة المتوازنة بتدي طاقة مستمرة، بروتين، نشويات معقدة وخضار. فالاختيار واضح بين إفراط مؤقت وتغذية دائمة للجسم والروح. الفرق ده بيأثر على كل حاجة، من الطاقة والنشاط لحد العبادة بالليل. وهنا بنرجع للهدف الحقيقي من الصيام نفسه. الشهر ده فرصة لتدريب النفس والشهوات، واختيارات الأكل جزء أساسي من التدريب ده. فالسؤال هو إزاي هنغذي جسمنا وروحنا في رمضان السنة دي؟